هشام أجعوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية للمقاول الذاتي. صراحة خدينا هذه البادرة ديال الترافع ومواكبة الشباب اللي استفدوا من برنامج فرصة، اللي فشلوا لهم مشاريع. كاين أزيد من 1200 ملف موضوع على طاولة الهيئة الوطنية للمقاول الذاتي، قصد الترافع والمواكبة من أجل المضي قدما لهذه المشاريع. برنامج فرصة هو برنامج حكومي ملكي محض، كانت فيه مجموعة ديال الاختلالات، من بين أن التصريحات الحكومية اللي كانت في الأول كانت أن البرنامج بدون أي ضمانات قانونية، إلا ويفاجأ المستفيدين أن تفرض عليهم توقيع على الاعترافات بدين، وهذا صراحة غير قانوني محض. عاد زيد الاختلالات اللي كانت ونيفو ديال البرنامج فيما يخص عقود القرض، فيما يخص عدم المواكبة المحضة. الناس تعطاتهم فلوس صحيحة ولم يتم مواكبتهم بأي طرق. كانت المواكبة فقط إلى حين تمويل، أما بعد التمويل فما كانت لا مواكبة لا والو. تفشلوا العديد من المشاريع، الناس وحلات في كريديات كبار، وحلات في أنهم يردوا هذه الفلوس. صراحة الإخوان كاملين اللي وضعوا الملفات ديالهم ما كيمتنعوش على الأداء، كيقولوا حنا نأديو، ولكن يحاولوا يلقاو معنا حل باش تمويل إضافي أو تعطاهم أجل محدد، من أجل إضافي، من أجل يعني يأديو هذه الأمور. من بين المطالب ديال هاد الإخوان كاملين هو إلغاء الاعترافات بدين، منح أجل إضافي من أجل الأداء، يعني تكون تسهيلات لهاد الإخوان، يكون دعم إضافي للمشاريع من أجل المضي قدما في عجلة الاقتصاد. ونحاولوا حنا وكنحاولوا كهيئة وطنية نحطوا أمور، يعني نحطوا اساتذه دي كونطابل، العديد من المختصين من اجل المواكبه، بشراكه مع الغرف ديال التجاره والصناعه والخدمات او نيفو ناسيونال. تم عقد واحد اللقاء على صعيد مدينه العيون. كان لقاء صراحه ناجح، كان لقاء تعاوني، لقاء اخوي ما بين كافه المستفيدين. كان تعاون، كنشكر السلطات المحليه بمدينه العيون على التعاون ديالها معنا من اجل انجاح هذا العرس، اللي كان صراحه عرس مزيان، عرس يعني عرفنا من خلاله العديد من الامور على ارض الواقع. كاين مشاريع على ارض الواقع، كاين ناس داروا مشاريع، ضربوا تماره في هذه المشاريع ديالهم، مشاو للقدام، ولكن خاصهم دفعه من طرف الشركه الوطنيه للهندسه السياحيه والوزاره الوصيه اللي هي وزاره السياحه. كنطلبوا منهم الصراحه مد يد العون لهذا الشباب من اجل الدفع قدما بهذه المشاريع للقدام. وشكرا. أنا من المستفيدين من برنامج فرصة الدفعة الأولانية. وافقت على أنني نشارك في البرنامج ديال فرصة انطلاقا من البروغرام اللي نزل وتم الإعلان عليه. من بعد ما شاركت ما لقيتش واحد المواكبه في اطار انجاز المشروع ديالي، حتى واحد ما كان تيواكبنا. كانت اتصالات عبر الهاتف، نقولوا المشاكل ديالنا اللي اعترضتنا، كنطلبوا المواكبه ديال الحضانه والجهات المعنيه باش تساعدنا على ان المشروع ديالنا ينجح في الارض الواقع. في الحقيقه لقينا بزاف د المشاكل على مستوى الاداري بالنسبه للرخص، على مستوى المالي يعني النسبه د الفلوس التمويل ما كانش كافي بالنسبه للمستفيدين، كان اقل من 10 المليون، وحتى اللي خدا 10 المليون راه اعترضته مشاكل ماديه. كاينه عده مشاكل رغم اننا كنعرضوها على الجهات المعنيه ما كنلقاوش واحد الاستجابه لحد الساعه. واستعدنا مما ادى اننا نستعنوا بعض جمعيه المقاول، الهيئه الوطنيه للمقاول الذاتي. حنا درنا واحد العقد كيتعتبر من وافقنا على التسجيل في البرنامج ديال فرصه في البدايه في البروغرام اللي نزل به، ولكن من وقعنا لقينا شروط اخرى كمثلا الاعتراف بدين، الامر بسند، مما كيفرض علينا واحد العقوبات. وحتى هذه الشروط راها كتختلف من مستفيد لاخر، حيت راه لي كونطرا البنود كاين اختلالات، ماشي نفس البنود عندنا جميعا، ماشي كونطرا موحده، كل وحده فيها شروط معينه. كنطالبوا
بيحيدوا هذا التمييز في لي كونطرا ويوحدوا لنا الشروط لنا جميعا ويقدموا لنا الحلول اللي كنطلبوها، اللي هي الدعم باش يستمروا المشاريع ديالنا، واعاده جدول الاستحقاقات باش نقدروا يعطونا واحد المده الكافيه باش نقدروا نوقفوا المشاريع ونستمروا في العمل ديالنا. كتبقى مطالب مشروعه كنوجهوا هذا الطلب ديالنا للوزير اخنوش ولكل المسؤولين ولا سميت وللجميع يوقف معنا. جزاكم الله خير. السلام عليكم، سميتي تهامي حريده، مستفيد من برنامج ديال الفرصه 2022. حاليا البروجي ديالي حاليا متوقف بسبب معين هو عدم المواكبه ديالي، حيت ما واكبوناش. كانوا وعدونا بالمواكبه وما تواكبناش. اكتشفنا ان كاين واحد الاختلال في العقود، واحد المبلغ انني اللي استفدت منه عطاوني انني باش غادي نرد المبلغ اكثر من داكشي اللي استفدت. وبالنسبه من الاختلالات انه واحد سند، يعني اعتراف بالدين ما خصوش يكون في برنامج ملكي، وعدم المواكبه حاشنا وعدونا بالمواكبه وما واكبوناش، من غير اتصالات اللي كتجينا من البعيد انه شنو درتي بالبروجي. حنا البروجي في الاول كان غادي مزيان، عدم المواكبه لقينا حنا الاحتكار في السوق في المجال ديالي. بزاف د الحوايج يعني خلاني نفشل، الاحتكار، زياده في المادات الخام اللي كنخدم بها، بالنسبه يعني العديد من المشاكل اللي طحت فيها، لانني خلاني نطيح شويه بشويه. حتى ان الكره، اول حاجه بالنسبه للكره، بالنسبه لهذه كيتزاد عليك وانت ما كايناش الخدمه، ما كايناش المشاريع، ما كايناش حتى شي حاجه. المشاريع اللي كنمشي ندفعوا عليها كنلقى اصلا طايحه، كيحتكروها ناس اخرين. هذا من ضمن بزاف د الحوايج اللي هادي، ومشي انا بوحدي، كاين بزاف د الناس اللي واقعين نفس المشكل اللي واقع فيه انايا. ومن ضمنها اللي كنأكد عليها هي المواكبه. نهار اللي عطاونا المبلغ ما حاشاوش لينا، ما شافونا، ما حتى شي حاجه. يعني مؤخرا يلا كنلقى اننا بزاف ديال الناس طايحين نفس هذا المشكل هذا. هو الناس كلها فشلت ليها البروجيات، من ضمنهم حتى انا فشل ليا البروجي. وحاليا انا ما هربان من حتى شي حاجه، ما هرباش انا من هذه الرد ولا كذا. هذه هو المشكل، هو انه علاش ما واكبتوناش النهار الاول باش يكون عندنا واحد النسبه ديال النجاح 50%. القى راسي باش نكالي على راسي، علاش؟ حيت ما عندناش خبره بزاف، ما عندهم خبره، هما عندهم خبره اكثر منا، كان عليهم يواكبونا. حاليا انا كنطالب غير بشي حل من الحلول، انا باش نعتق البروجي ديالي. انا باغي نزيد لقدام، ماشي هربان انا غادي نقول حكا صافي تصرفت هاد الفلوس هادي. انا ما دخلنا لهاد الصاد هذا الا حنا باغيين ننجحوا في حياتنا، وبغينا شي ملتمس زعما باش نعتقوا البروجي، يا شي حل، يا شي دعم ثاني، او مده ديال يأجلوا لنا المده ديال السداد اللي غنسددوا بها الدين ديالنا، او عطيونا شي بروجي، شي ملموس زعما باش نعتقوا به راسنا.